هلا متابعيني، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب ان شاء الله كلكم بخير صحة وعافية. طبعا حبايب اليوم دا انظف وحبيت اشارك الفيديو وياكم، ان شاء الله يعجبكم حبايب الفيديو. وحبايب اذا تعجبكم فيديوهاتي اتمنى تخلوا لي لايك واشتراك بالقناة. وطبعا هنا دا انظف امسح هذه الارضية، وطبعا هاي المسحة الأولى دا أمسحها. يعني أنا مكففة هاي الحصير والقذفات همين جريتهم حتى أمسح من وراهم. طبعا احنا هذا تنظيف يومي هيجي يعني ننظف، وهسه يعني صادف عيد وقلت خل أصور المتابعيني حتى أحفزهم التنظيفات العيد. وطبعا يعني مو دائما اصور يعني التنظيف، لان ما اعرف انظف واصور بنفس الوقت، يعني صعوبة اذا انظف واصور ما اسيطر يعني على التنظيف والتصوير. فيعني مرات طخ بعقلي اصور، ومرات لا والله ما اقدر اصور، يعني اكثر الاحيان ما اصور. طبعا حبايب هنا بعد ما كملت مسح طبعا كنت يعني امسح كم دور واغسل الوصلة رجعت بالمسح. وهنا يعني رجعت هذه الحصيرة كما كانت والتخمة رجعناه كما كان. طبعا جبت هذا الغسول مال الاراضي وكل زين طبعا، وريحته طيبة ولمع. هنا هذه اخر شي راح ألمع هذه الحصيرة، وبعدين ورا الحصير أمسح الأرضية همينة هذا المي اللي خليت بيه الغسول. طبعا بما انه حبايب العيد ما باقي له ايام ان شاء الله، واحب اعايدكم من خلال هذا الفيديو واقول لكم كل عام وانتم بألف خير. يا ربي ان شاء الله يعطيكم صحة وعافية وراحة البال، آمين يا رب العالمين، وكل عام وانتم بألف ألف خير إن شاء الله. هسه حبايب بعد ما كملت مسح شوفوا شلون الأرضية بدأت تلمع والريحة تخبل طبعا تجنن، ويعني تحسون هيك يعني اكو ريحة نظافة. وطبعا حبايب هسه هنا أنا بديت ألمع الطبلات، وهذا الميز هم مال البلازما هم راح ألمعه. طبعا هسه حبايب دا ارجع هذه الغراض اصفطها هنا بمكانها. وعندنا طبعا هذا مال النفاضة انكسرت يعني مالتها النفاضة، وهسه دا احاول يعني نشوف لها وحدة يعني بمكانها اللي انكسرت، يعني بغيت بس القاعدة. هنا حبايب هذا الاستقبال نظف صار بهذا الشكل. وشعلت هاي النشرة اللي ورا البردة بس ما مبينة لأن الضوء أقوى، يعني لأن الدنيا نهار وضوء الشمس فبتبين. قربت لكم إياها. وهسه صار عندنا بهاي الترتيب. هاي شعلت الضوء.
طبعا هسه عندي هذني الغطوات مال التخم مال القنفات. راح اغسلهن بالغسالة. وهنا طبعا خليت كايت وزاهي وقاصر، وراح اشغلها الغسالة وراح اتركهن ينغسلن. طبعا حبايب هالاثناء اتصلوا علينا ناس يعني كانوا سابقا جوارينا، وبنتهم يعني هم كانت يعني صديقة اختي، ولحد الان هي طبعا صديقتها، كانت وياها بالمدرسة بالاعدادية، وقالوا راح نجيكم نزوركم. فاحنا هنا يعني حضرنا لهم الضيافة، وهاي جبنا لهم مي وكيك وهاي السوالف وشرابات. فهسه حبايب هنا راح اصور لكم. طبعا حبايب صورت لكم هنا بالمطبخ، لان ما اقدر يعني اروح يمهم اصور. اذا قدرت ان شاء الله هنا راح اصور لكم يمهم. طبعا هنا جبنا هذا الشكليت بالماء، قلنا حتى من يدخلون يعني رأسا نقدم لهم ماء وشكليت. وطبعا ودينا لهم الشرابت وهاي الشغلات والكيك. وطبعا امهم قالت اني ما اكل هاي الشغلات، قلت لها خاله تريدين شاي؟ قالت لي اريد شاي. وطبعا هي ما تشرب شكر، قالت اني هذا الشكر ما اشربه لان بيه سكر، فهنا عندي من هذا الشكر اني هم اشرب من هذا صحي اكثر. والدي هم يشرب من عنده لان هم بيه سكر، فجبت له هذا، حبيت اراويكم اياه. هذا كل الزين. طبعا الشكر يقولون يعني صحي، وخليت له من تمر، ويعني اذا تحب تمر او تحب شكر بعد هي براحتها. هذا حبايب دا اراويكم الشكر حتى خاف يعني يعجبكم تشترون من عنده، تاخذون يعني من عنده. من تريد شاي عيني حبايبي. هنا الحجية قالت صوروني، وانا طبعا صورت وقلت يلا الحمد لله راح اقدر اصور يعني وانزل لكم هاي اللقطة. طبعا اختي همينة صورت بموبايلها وبناتها هم صوروا، انا بس صورت يعني هذه اللقطة من كانت الصبح شاي. فهنا حبايب هم راحوا خطية وبتها يعني اللي هي صديقة اختي جايبة هذه الغراض هدية لاختي، لان يعني هي كلش صديقتها، ودائما يعني اختي وصديقاتها كلهم يتواصلون وعندهم يعني بيناتهم هدايا متبادلة بين بعض. شفتوا يعني فيديو سابق اختي ودت لهذيك صديقتها السكاين وغراض، طلعت لكم الفيديو مرة. طبعا حبايب هذا عطر. طبعا حبايب انا ما اعرف يعني هذا شنو ذاك شنو، فيعني اعتقد هذا مرطب مال الجسم. وهنا خلينا نشوف شنو بعد جايبه. وهذا هم ما اعرف والله شنو، ما اعرف. اذا انتم تعرفوا قولوا لي شنو. انا يعني هيك داراويكم والله، بس ما اعرف شنو هذني، لان هنا مو لي يعني لاختي. يراد واحد يعني يدقق، بس هذني يعني معروفات صبغة ظافر. هذا لون الاخضر، هذا ما اعرف شنو هاي، حمرة يمكن والله ما اعرف، بس اشوف شنو. هذه يمكن هي حمرة. شنو هاي حمرة؟ وش قد احب الحمرة اموت عليها، اموت على اللون الاحمر، يعني حمرة صبغة ظافر احمر كلش احبهن. احب الالوان الاحمر. وخلينا نشوف بعد شنو جابت. هنا دراويكم الحمرة، وهنا هذا صبغة ظافر ما اعرف يا لون، بس فتحة شوف يا لون، يمكن لون رصاصي اعتقد. اي هذا صبغة ظافر لون رصاصي، كت حلو اللون يموت كلش حلو. وبعد خلينا نشوف شنو جايبه. هذا همينه يمكن مرطب هم مال الجسم. هذا الفازلين
هذا همينه مرطب، يمكن لو مال شعر لو مال جسم، بس اكثر شي يعني مال جسم مبين، يعني مال جسم اذا انت تعرفوا اكتبولي مال شنو هذني الاشياء اللي طلعت وما عرفتهن. وهنا ذني هذني اقلام مال حمرة، قلم ذني هذني اقلام حمرة تحديد وهيج شغلات. واو كلش حلوات، طبعا ذوقها كلش حلو ما شاء الله. وحبايب ان شاء الله شوفوا جد حلوات. هاي هنا دا افتحها لكم حتى اراويكم اللون، شكد حلو هذا اللون يجنن. هذا تحديد مال الشفة. وهاي الحمرة اللي اموت عليها، اموت على هاي الالوان الحمر. طبعا كلش احب اللون الاحمر، الحمرة والصبغ اظافر احمر هم احب. صار كم مرة اقولكم احب اللون الاحمر. يلا يخلي بلكة اختي تسمعني من خلال الفيديو تعطيني شكو عندها حمرة لان هي ما تحب اللون الاحمر، انا احب اللون الاحمر. يلا اذا سمعتيني انطيني شكو حمرة، انتي ما تحبين اللون الاحمر. طبعا حبايب هذني الهدايا مالات اختي من صديقتها، وهاي راويت لكم اياهن كلهن. طبعا كلش حلوات وذوقها حلو ما شاء الله على ايديها. وطبعا هنا خلصت هذه الغسلة مال الفرشات مال تخم، وراح اطلعهن طبعا واشرهن. طبعا حبايب هسه هنا عندنا ذن الغطوات مالت التخم، جبتهن هنا على القنفات بالليل يعني، وقلت شي طلعني اشرهن برا وخاف يعني يتربن او شي، فقلت هنا على البرودة مالت السبلت ان شاء الله يعني بلكتي ينشفن للصبح ونغطيهن. طبعا راح اخليهن على القنفات للصبح ناشفات، هن يعني متجففات كل زين، يعني هيجي شوية بس يلوحن هوا للصبح حتى البسهن. هنا حبايب هيجي خليت هذني الغضوات مال التخم. وهنا طبعا جيت يعني اسوي عشاء، افكر شنو اسوي، فعندي بتيتة قلت خل اسلق بتيتة. وهنا من دزيت بيض وخضرة وصمون. طبعا والله هيك يعني ما بالي شنو اسوي عشاء، بس قبل يعني سلقت البتيتة وقلت لهم جيبوا لنا بيض، والله كريم شوف شنو اسوي. وخطر ببالي يعني على اساس اسوي بتيتة وسلق وبيض سلق. بعدين ابويا قال لا انا ما اريد بتيتة وبيض سلق، اريد باذنجان مشوي. فهنا اختي هند تسوي فلافل، طبعا ما راد يعني فلافل وبيض وهاي السوالف، قال اريد باذنجان مشوي وبتيتة سلق. فسلقت له بتيتة وهنا جاي اشوي الباذنجان. طبعا حبايب هنا هذه البتيتة انسلقت وكملت، وهنا الباذنجان هنا كله شويته وكملته. وطبعا طلعته من الكشور. طبعا هسه هنا ثرمت بصل، وهذا الثوم همينه قشرته وهرسته بالهاون. طبعا هنا خليت زيت بالطاوة شوية، خليت زيت وراح احمس البصل حمسة زينة. طبعا هسه بعد ما انحمس البصل كل زين، هنا خليت الباذنجان هم راح احمسه ويا البصل. وهسه هنا همينه ثرمت الطماطة كلش ناعمة وخليتها على جهة تنحمس، يعني حتى تذوب كل زين يعني الحمسة مالتها. وهنا خبطتهم كلهم سوية، الطماطة والبصل والباذنجان، وراح اذب الثوم. وهسه حبايب كملت عندنا هذه الحمسة مال باذنجان الشوي، وصبيته بهذا الماعين وخليت عليه شوية راشي وخضرة، كان عندي كرفس وكلش طعم ماي طلع يجنن ويا الراشي وهذا الكرفس. وهنا عندنا البطيخ والبتيتة السلق. وحبايب هذا العشاء كلش بسيط وسهل، واتمنى تجربوه ويعجبكم. وحبايب ان شاء الله تعجبكم قناتي، ولا تنسون اللايك والاشتراك،
وإن شاء الله انتظروني فيديو جديد، ومع ألف سلامة.